بالإضافة قاسمي، بالإضافة إلى حنيفي، بالإضافة إلى فرحات العرفي، بن عمارة وفهم بوعزة. هذا هو ذاتي التحكيم الذي كما قلنا يقوده هذا الحكم الشاب صاحب 31 سنة. يلقى اجتماع أو إجماع الكل مادام أنه أصبح صارما وناضجا ورزينا في قراراته، ويجب عليه أن يحذو حذو مواطنه جمال حمودي الذي أدار مؤخرا نهائي كأس إفريقيا. نعود لهذه الأجواء الرائعة والرائعة جدا يصنعها أنصار الفريقين على مدرجات ملعب عمر حمادي قبل دقائق قليلة عن انطلاق هذا العرس الكروي الجزائري. كما قلنا كثيرا ما عودتنا مباريات الاتحاد والوفاق على الندية، على الأداء، على الحماس، على الصور الرائعة سواء من جانب أنصار الوفاق الذين قدموا ليس فقط من عاصمة الولاية ولكن أيضا من البلديات والمدن المجاورة لوفاق سطيف أو لمدينة سطيف. الوفاق بمهمة الحفاظ على اللقب. يقال بأنه من الصعب أن تصعد إلى القمة ولكن الأصعب أن تحافظ على القمة، تحافظ على مكانتك في القمة. فريق وفاق سطيف إلى حد الآن ناجح في الحفاظ على مكانته وعلى لقبه بفارق 7 نقاط كاملة عن، أو لا أقول ب7 نقاط، عن ب4 نقاط عن الوصيف فريق اتحاد الحراش الذي انهزم في هذه الجولة أمام فريق اتحاد الحراش. وعلى ذكر اتحاد الحراش لابد أن نبلغ التعازي لأنصار